فقال له خذ ما وعدك رسول الله، احس 3 حسوات وخذ المال. فلماذا لم يفعل ذلك أبو بكر مع سيدة نساء العالمين بنت رسول الله حين قالت له إن رسول الله أنحلني فدك وأعطاني إياها قبل وفاته، وشهد لها علي وشهد لها الحسن والحسين؟ لماذا لم يستجب أبو بكر؟ انظروا يا عباد الله، أهذا الرجل هو الذي يتبوأ عرش رسول الله وخلافة رسول الله، وهو يتنكر لابنته سيدة نساء العالمين حتى أنها تغضب عليه وتقسم ألا تكلمه حتى تموت مكمودة غاضبة عليه، وتأمر عليا ألا يؤذن لأبي بكر أو لعمر ليعرفا قبرها أو ليصليا عليها. أنا أدعوكم أن تكونوا معها. لذلك نحن لا نتحرج أن نقول نحن غاضبون مع سيدة نساء العالمين، نحن غاضبون على أبي بكر وعمر، ونحن نعبد الله بالغضب عليهما كما غضبت سيدة نساء العالمين بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أترى أن فاطمة عليها سلام الله ورضوانه ماتت ميتة جاهلية، ورسول الله يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هل سيدة نساء العالمين يا عباد الله ماتت ميتة جاهلية؟ إنها سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة، وهي صاحبة الكساء الذي غطى به رسول الله عليا وفاطمة والحسن والحسين، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب اللهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه المرأة العفوفة الطاهرة المطهرة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تذهب لأبي بكر ويرفض، ثم تقول له يا أبا بكر أترثك ابنتك ولا أرث أبي؟ لماذا هذا التنكر لفاطمة بنت رسول الله؟ وعلي ماذا بيده أن يفعل؟ ولم يجد معينا ولم يجد ناصرا، ورسول الله أبلغه أنه سوف يغدر به من بعده، وأن هناك ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعدي، فإذا لم تجد معينا فلا تتحرك حتى يثبت هذا الدين ويكمل، حتى يكون في ديترويت هنا طارق يوسف يعلن حب علي وفاطمة والحسن والحسين، وإلا ضاع الدين كله. وما أصدق رسول الله حين قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. تعرفون لماذا قال هارون ولماذا قال من موسى؟ لأن هارون هو المعيار الذي انطلق منه علي. هارون قال لموسى عليه السلام خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون الذي قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. هو علي بن أبي طالب الذي حافظ على كيان أمة محمد قائمة حتى اليوم، حتى بصمته حتى بصبره، والله توعد وأعلن
بالبينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده. من بعد من؟ من بعد الرسل، وآخر وسيد الرسل محمد، وقد اقتتلوا على السلطة والخلافة. ويا لحظك يا ابن أبي طالب، إن تكلمت قالوا حبا في السلطة، وإن سكت قالوا خوفا من الموت. ولا الموت أحب لابن أبي طالب من الطفل بثدي أمه. ابن أبي طالب هل يخشى الموت يا عباد الله؟ وهو الذي قال لي في 7 من الأنبياء أسوة، في نوح عليه السلام حين قال إني مغلوب فانتصر، فلو قالوا لم يقل فقد كذبوا القرآن، وإن قالوا قال فعلي أعذر. وهي في إبراهيم عليه السلام حين قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلو قالوا لم يعتزلهم بغير مكروه فقد كذبوا القرآن، وإن قالوا قال فعلي أعذر. وفي يوسف وفي لوط عليه السلام حين قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فلو قالوا لم يقل لوط فقد كذبوا القرآن، وإن قالوا قال فعلي أعذر. وفي يوسف عليه السلام حين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فلو قالوا إن يوسف لم يقل من أجل مكروه فقد كذبوا القرآن، وإن قالوا قال فعلي أعذر. ولي في موسى عليه السلام حين قال ففررت منكم لما خفتكم، فلو قالوا إن موسى لم يقل قد كذبوا القرآن، وإن قالوا قال فعلي أعذر. وفي هارون حين قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلو قالوا لم يقل فقد كذبوا القرآن. وفي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين فر من أن يقتل يوم الهجرة، فعلي معذور يا عباد الله، حافظ عليكم وأسس كيانكم حتى لو كان مشوها، فإن الدين قد بقي بصبر علي بن أبي طالب. فلا تعجبوا يا عباد الله عندنا في مسجد أولي الألباب غدا احتفال لا يوجد تقريبا فيه إلا كل السنة، سنة بني أمية، كلهم يحضرون غدا عندي في مسجد أولي الألباب ليحتفلوا وهم صائمون. غدا الاثنين الأسر السنية كلها جاءت لتحتفل صائمة بعلي بن أبي طالب لنري الشيعة نحن السنة لو عرفنا وبين لنا الحق وتبين لنا الحق فسنكون أعبد الناس لله بطريق آل محمد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنتم الشيعة تحبون عليا ونحن السنة نحب عليا، لكننا لا نعرف طريقه، وسنحاول أن نبين نور علي لأمة محمد سنيها وشيعيها حتى نستقيم مع الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا عباد الله، علي بن أبي طالب هذا نبراس حياتنا، علي بن أبي طالب هو مرجعيتنا لنعرف الحق من الباطل. علي مع الحق والحق مع علي، الحق يدور مع علي حيث دار. علي بن أبي طالب مولانا ومولى كل مؤمن، والنبي حذر أمة محمد أن تتجاوز في حق علي حين جاءه وفد بتحريض من خالد بن الوليد يقول أحدهم لرسول الله ما بال علي يفعل كذا
فيعرض عنه رسول الله، فيأتي الآخر يقول يشكو عليا فيعرض عنه رسول الله، ويأتي الثالث فيعرض عنه رسول الله، ويأتي الرابع فيعرض عنه رسول الله، ثم يقول ماذا تريدون من علي؟ ماذا تريدون من علي؟ علي مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي. فيا عباد الله، لا بد أن نفهم الحقيقة دون مغالاة. يا علي هلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال. وأنا أحذر الشيعة، الشيطان قاعد على رؤوس السنة يبعدهم عن أهل البيت، فلا تساهموا بالمغالاة عشان يسيبوا لكم أهل البيت. كل ما تكون معتدل تعين أخاك السني أن يلتزم بأهل البيت. تفضل تغالي يجيب لك كل المعبد على من فيه، تغالي. فاحرص الشيطان، يعني لما يطلع لك شيء يقول لك ايه؟ اسم الله الأعظم يا حسين. طب النتيجة ايه؟ راح أهل البيت. أهل البيت كلهم راحوا. لما تفضل تطلع خزعبلات، الشيطان عايز يدخلك جهنم. الشيطان عايز يدخل السني جهنم، وعشان يضمنه في جهنم يخليه يبقى ضد أهل البيت. هيدور عليه ازاي؟ ما هو بيصلي عليهم في الصلوات الخمس. مش اللي قتلوا الحسين كانوا بيصلوا الظهر والعصر ويقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ دخلت الشيطان عليهم ازاي؟ قال لهم فتنة، ده الحسين خرج على إمام زمان. فتخيل بقى الشيطان مصور للسنة اللي هو أنا منهم إن أبا بكر وعمر هما الإسلام نفسه. فتخيل أنت تيجي تبالغ فيقول لك دي عمايل الشيعة، معقولة تقول أهل البيت؟ يقول ما فيش أهل البيت بالأصل. فاحرص أن لا تغالي، واعلم أن أي نبي ما علاقة النبي؟ أن يأمر فيطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يبقى إيه؟ الرسول شغلتنا معاه إيه؟ يطاع بإذن الله. طيب خليك معايا في دي. يعني النبي محمد قبل ما تنزل عليه الرسالة لو قال لي هات لي كوباية مية أقدر أقول له لا، صح ولا غلط؟ قبل ما يبقى يكلف قال لي يا طارق جيب لي كوبايه ميه، انا هبقى جليل الادب ومش جايب الميه. اول ما يبقى رسول ويقول لي هات كوبايه ميه، يبقى اما ان اكون مؤمنا او لا اكون مؤمنا. فان كنت مؤمنا تعظيم سلام، السمع والطاعه، ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. وكذلك الإمام، علاقتنا بالإمام أننا نريد من كل مؤمن ومن كل مسلم سني أو شيعي إذا تأكد أن أئمة أهل بيت رسول الله يقولون فعلينا بالسمع والطاعة. علينا بالسمع والطاعة لأئمة أهل بيت رسول الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، بذلك نعبد الله. وقد عرفنا أن سقوطنا مع داعش سببه الأولون، ولهذا قال شاعرنا يا من يسائل دائما عن كل معضلة سخيفة لا تكشفن مغطى فلربما كشفت جيفة. إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة، لولا اعتذار رعية ألقى سياستها الخليفة لنشرت من أسرار آل محمد جملا طريفة تغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيفة، وأريتكم أن الحسين أصيب من يوم السقيفة. لبنت محمد ماتت بغصتها أسيفة
فلنكن جميعا مع آل محمد، ولنكن جميعا صائمين غدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.